ازيكم عاملين ايه؟ وحلقة جديدة من بودكاست وماذا بعد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. احنا خلاص دخلنا في رمضان رمضان والدنيا تمام الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا جماعة. طبعا بمناسبة رمضان، بمناسبة الأيام الكريمة المفترجة اللي احنا فيها دي، والترند بتاع رمضان بتاع كل سنة، إذا كان إعلانات، إذا كان مسلسلات، إذا كانت إيه يا مريم تجمعة الأهل. بالظبط، ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. مسلسلات، الإعلانات بين أو الماضي والحاضر بالظبط كده، وتجمعة الأهل. إذا كان من ناحية أيوة. الإعلانات، احنا هنتكلم على التلفزيون بشكل عام، والأهل التجميع والحاجة الحلوة دي. بس لأن معروف رمضان شهر اللمة. بالظبط، يعني عزومات بقى هنا مش عارف ايه، شهر الخير واللمه الاثنين. ايوه صح. ان هنا عزومات، هنا مش عارف ايه، كذا كذا كذا، نروح هنا نروح. طب ده عمتك كذا عزمانه، طب مش عارف ده خالتك اللي هنا مش عارف فين عزمانه. بس في ناس الموضوع ده بقى زي دلوقتي؟ لا انا شايف ولا ده كان زمان اكتر؟ انا شايف ان الموضوع ده كان زمان. بحس دلوقتي الموضوع بيقتصر اكتر على مثلا اول يومين، اول اسبوع في رمضان، وبعد كده خلاص الدنيا بعد كده الدنيا تهدى يعني. يعني حاسس ان فرحه زمان برمضان دي ما بقتش موجوده. لا يعني موجودة، بس ممكن نقول ما بقتش زي الأول. ممكن مثلا يعني فرقعت الصواريخ في الشارع كمان ما بقتش، بس لا لسه قليلة. موجودة. لا قليلة قوي، قليلة مش زي زمان. والله لسه في ناس بتجيب صواريخ. ما لسه في ناس وشفتها والله، بس قليلة. الفكرة ان العدد قل عن زمان. زمان كنت تلاقي الشارع كل 10 دقايق بام 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 وبومب مثلا، وفي العمارة ومش عارف ايه، والناس تطلع تزعق لك الكلام ده كله. بس لدرجة ان انا ما سمعتش حد فرقع بومب في العمارة السنة دي خالص، ما اعرفش في ايه يعني. لا بس انا شفت الى حد في العمارة برضو، مش في العمارة بس بره يعني. انا شفت برضو، بره. بس انا شفت حاجات بسيطة قوي يعني، مش النسبة ما كانتش كبيرة. بس فاحنا بنتكلم في ان اجواء رمضان اختلفت عن زمان. ومن بعد ما طلعت مثلا رمضان تنت والكلام ده كله ومش عارف ايه، الناس زمان كانت الناس كلها كانت بتتسحر عربية فول يا جماعة، وبتفطر في البيت او في مطعم يوم ما الدنيا بتتمطر. وبيبقى حاتي في الغالب كباب وكفته معروف فعلا مشويات معروفه. لكن دلوقتي بقى الترندات اللي عماله تطلع والحاجات الجديده اللي عماله تطلع دي بوظت الدنيا. الخيمه الرمضانيه مثلا رمضان تنت، ايوه. او في البارام يعني بدون ذكر، يعني ده كان ترند من فتره على التيك توك، كان الواحد يتفرج عليه. خيمه رمضانيه في البارام، مش قصر البارون، البارام ماشي. فلا الدنيا حاسس كده ان في اختلافات. انا حاسس ان هي اختلافات بس انا صعبه. حاسس ان انا لسه بحس بفرحه رمضان على الاقل في بيتنا يعني. هي فرحه رمضان موجوده الحمد لله. والتجميع ممكن بيوتنا القديمه احنا يعني، اللي هو مثلا والدي ووالدتك يا مريم، اللي هو هي دي التجميع بتاعت زمان، اللي هم اهالي زمان بتوعنا. أيوة. لكن مثلا الجيل الجديد ده مثلا مش هتلاقي العزومات دي موجوده. تجميعة البيت والله يا جماعه، تجميعة البيت دي ليها حلاوه وفرحه تانية خالص. هي فرحه رمضان. انا ما بحبش على فكره اطلع بره البيت خالص طول رمضان، تقريبا ببقى معتكفه جوه البيت. ايوه، والناس تيجي او انت تروح عزومه مش عارف ايه، هنا دي بتبقى حلوه. بمناسبه رمضان، ايه رايكم في كفتان رمضان بتاعي؟ بس فهي الفكره كلها ان رمضان كانت في هي رمضان في تجميعته ولمته الحلوه. ومثلا زمان كنا مثلا عندنا كنا ننزل نوزع حاجات في الشارع، تمر على الناس قبل قبل الفطار ب10 دقايق ربع ساعه. دلوقتي الموضوع بقى مش كتير زي زمان. كنت تلاقي الاطفال بتشارك في كل حاجه يعني. انا اقول لك على حاجه بسطتني جدا امبارح. وانا امبارح كنت رايح لواحد صاحبي، لقيت حبه اطفال بيلعبوا كوره في الشارع بالليل، اتبسطت جدا. لا بس برضو عندنا في العماره لسه بيلعبوا. انا عشان ما بنزلش بصراحه، ممكن اكون مش بشوف كتير، بس ده لسه موجود. ايوه لسه موجود، بس مش زي زمان، فاهمه الفكره؟ لا انا بقى شفت حاجه جديده برضو يعني. دلوقتي حتى في المدارس بقوا بيعملوا شنط رمضان، وبيخلوا الولاد يشاركوا فيها عشان يحطوا في دماغهم المبدأ نفسه ويفهموهم ايه شنط رمضان. فحسيت برضو الموضوع ده كان حلو قوي السنه. حاجه حلوه بصراحه، انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه. دي حاجه كويسه جدا. والمشاركه المجتمعيه كانت زمان بتيجي من الشارع، من الناس اللي في الشارع، فاهم قصدي؟ لو الناس تقول لك خلاص، ابوك يقول لك لوحده انزل وزع مع الناس دي في الشارع ومش عارف ايه، حتى انت تنزل توزع مش هتاخد حاجه معاك. كانت دي حاجه حلوه، بتبسط، بتفرح الواحد كده. لا بس رمضان استيل في مصر حاجه تانية. رمضان حلو، رمضان حلو في مصر اكيد. في مصر بالذات، هي اصلا مصر مميزه قوي باجواء رمضان. انزل مثلا السيده زينب، انزل الحسين، الحاجات دي تحس بالعظمه اللي موجوده. كلها نور، بيبقى منور يعني. دي حاجات حلوه جدا بصراحه.
نيجي بقى للكونسبت المهم في رمضان، المسلسلات. ورامز مثلا، رامز يعني رامز عشت 14 سنه يا جماعه. رامز يعني رامز مش عارف ايه، رامز كذا رامز كذا، عشت أيوة. 14 سنه. رامز جاب من الاخر السنه. انا كبرت مع رامز 14 سنه. 14 سنه ده عمر. أيوة. عمر من عمرنا. وكان قبلها باللي هو رامز حول العالم ومش أيوة. عارف هو ابتدى برامز حول العالم، لو اصلا ما كانش مبادئ، كان ما كانش مقالب، كان بيلف حول العالم وكده. وبعدين فجأة راح داخل بقى موضوع. فاكر اول حاجة عملها ايه؟ تهيألي كان بتاع الاسد. الاسد اللي في الاسانسير. الاسد اللي هو في اللي هو هم في الاسانسير فهو لقوا الاسد في وشهم. دي كانت حلوه، دي كنت حابب الملعب ده جدا. بس فاحنا بنتكلم مثلا عن كونسبت مسلسلات رمضان يا مريم، او التلفزيون عموما، يعني بما ان احنا داخلين على موسم مسلسلات وبعد كده افلام. فانا بصراحه شايف انحدار في انا شايفه ان زمان كان دايما بيبقى فيك، يعني تقريبا كانت بتبقى معظم المسلسلات حلوه وفيها فكره، وكتير قوي كانوا بيعتمدوا على الموضوع ان يكون في عيله، بالذات في المسلسلات بتاعه رمضان عشان بتبقى العيله برضو موجوده. وتلاقي مثلا المسلسل اللي هو مطلع لك البلطجي مثلا 2 كده ولا حاجه. دلوقتي بقى العكس. اوكي انا فاهم قصدك. يمكن دلوقتي بقى فكره انا اللي انا شايفه ان كل رمضان بيبقى ليه ثيم معين. ايوه بس نفس الثيم، الكونسبت اللي هو البلطجي ده موجود. أيوة. على طول. على فكره انا ما عنديش مشكله خالص مع ابن البلد. لا هو البلطجي مش المعلم. ايوه انا ما عنديش مشكله مع ابن البلد الجدع الطيب، بس مش ده هو البلطجي. هم بقى بيحاولوا يربطوها مع بعض. هي دي الفكره. لا هو الجدعنه مش ان انت ضرب وغشامه ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا يعني. والمعلمه برضو مش كده معايا. بالعكس، الناس بنشوف ناس على القهوه دماغك وتفكيرك يسبق ايدك بالزبط. مش العكس. بالزبط. هو ده المعلم. هو ده المعلم الصح. ايوه بالظبط. لكن فكره مثلا البلطجي واللي هو يطلعه ابن البلد والاصول دي حاجه سيئه. التدخين ودي حاجه بسطتني جدا، ان مركز مكافحه الادمان حاجه زي كده. النهارده قريت بوست كان بيقول ان هم هيرصدوا مناظر المخدرات والسجاير في الافلام والمسلسلات، فدي حاجه حلوه جدا. يا ريت، لان انا بقيت احس مؤخرا ان الرقابه ما بقتش قويه خالص على المسلسلات زي زمان. يعني انا كنت عارفه زمان ان في ممثل اتوقف عشان هو بس طلع بالفانيلا على التلفزيون. يعني دلوقتي بقى خلينا ساكتين على دلوقتي، يعني خلينا ساكتين. يعني اقول لكم على حاجه يا جماعه، كانت مريم قبل ما نتكلم واحنا بنتناقش الحلقه كانت بتقول الحاج عبد الغفور البرعي. يا جماعه المسلسل ده بنى تاريخ. بجد تاريخ لغايه دلوقتي. المسلسل ده بيجي احنا لحد دلوقتي كل ما بيتعاد بنتفرج عليه. انا يعني ممكن اساسا اجيبه مخصوص واتفرج عليه. انا ممكن في وقت وانا بسكرول على تيك توك مثلا لقيت لقطه من الفيلم المسلسل في كده بيقول لك بارت 1 بارت 2، اقعد ادخل اجيب البارتس كلها. ايوه الموضوع حلو قوي. مسلسل عبد الغفور البرعي او حديث الصباح والمساء، حتى عائله الحاج متولي. مظبوط. بجد كل الحاجات دي كل ما بتتعاد بنتفرج عليها تاني. ليها فكره. هي مسلسل للتاريخ ومبادئ، ومفيش حاجه فيها خارجه. يعني عمرنا مثلا ما شفنا انه يعني المفروض الحاج عبد الغفور ده طالع ان هو معلم. لا هو حتى عبد الغفور طالع ان هو معلم. يعني عمرنا ما شفناه مثلا بيعمل حاجه انه مثلا بيضرب حد. بالعكس ده كان بفكره ودماغه بنى نفسه ونجح نفسه وبقى رجل اعمال كبير. بجد كانت مسلسلات كلها تحفه. كانت الفكره هي اللي طاغيه عن الكونسبت ذات نفسه، ودايما اللي هو الضرب يعني والشتيمه ومش عارف ايه وقله الادب والحاجات دي كلها. ايوه وكانوا بيطلعوا دايما البلطجي ان هو حد منبوذ، حد وحش، حد مش صح ان احنا نبقى زيه، وفي الاخر هو بيتعظ. دلوقتي لا يعني كان اقصى مشهد في عبد الغفور البرعي كان واللي هو اللي كان الرئيس عليه عند المعلم سردين وهو بيضربه وده كان منبوذ بالنسبه للناس والناس بتكرهه يعني شرير ووحش وعايزينه يختفي بالظبط. لكن دلوقتي احنا عندنا بسم الله ما شاء الله المعلم يروح لفف لك كده البتاع ويضرب ومش عارف ايه. فالموضوع بقى فكره ان انت بتربط ابن البلد والاصول بالبلطجه. خلت الاطفال وخلت الاطفال ان هي بقى عندها فكر مشتت في الحته دي. خلت العنف بقى زايد في المدارس. يعني احنا هنلاحظ مؤخرا بسبب الموبايلات وبسبب التلفزيون والحاجات اللي بتتبث للاطفال خلال اذا كان خلال الجيمز اللي هم بيلعبوها او اذا كان خلال التلفزيون. فلا الموضوع بقى صعب. يعني بقى الدنيا بقت يعني ممكن اصلا كمان بيكونوا ولاد بجد صغيرين قوي اللي هو ابتدائي مثلا وبيضرب ويعمل، لان هو خلاص هو بيكونوا يا حبايبي صغيرين فدماغهم بتقلد بقى، مش مثلا بيتعلم او بيحاول يشغل الاول دماغه يفكر ده صح ولا غلط. لا هو شايف على طول ده قدامه وشايف ان اللي بيعمل كده هو البطل وهو الجميل، فبيقلده من غير تفكير. وده يعني
يعني محدش عارف بقى الجيل اللي جاي هيعمل ايه، هيفكر ولا هيكمل كده بقى. بالظبط. دي فدي حاجة مخيفة يعني.